ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كان عندي حتتين فراخ كده عايزه اعملهم. المهم طلعت كيس من اللي انا مسبكاه كده، حطيته على النار وزودته شويه ميه وحطيت له شويه توابل. يعني طلعت كيس من اللي انا مسبكاه ده، او حبه طماطم انت لسه ضربهم، حطيتهم على النار بس ايه، يسخنوا كده يغلوا يعني معايا الاول عشان لما احطهم على الفراخ تغلي بسرعه. زودت شويه ميه صغيرين لان انا هعمل فيها بطاطس، فالفراخ عايزه تستوي. وحطيت له شويه توابل، انت اي حاجه انت بتحبيها، ملح فلفل توم باودر بصل باودر، اي حاجه انت بتحبيه. وحطيت في الصينيه كده معلقه سمنه واحده زي ما انت شفتي، وانزل عليها ايه، بحتتين الفراخ كده يتشوحوا الاول. حطيها من ناحيه الجلد الاول، زي ما بقولك كل مره خلي الصينيه سخنه عشان ما تنزلش منك ميه سخنه قوي، يعني سخنيها قوي وبعدين حط معلقه السمنه، علشان ما تحطوش معلقه السمنه او الزيت وتحسي ان هي مطلعه ريحه بتتحرق معاكي. لا، سخني الصينيه الاول حلو وبعدين حط لها معلقه السمنه او معلقه الزيت. وانزلي بالفراخ من ناحيه الجلد، وحط عليها شويه ملح وشويه فلفل مثلا. شوف اي حاجه انت بتحبيها حطيها عليه، انا بحب وهي بتتشوح كده تحطها شويه ملح وفلفل. الجلد بتاعها بتبقى مقرمشه كده وبتبقى ريحتها حلوه. حط بقى اي حاجه انت بتحبيها، دي كانت تقريبا بهارات فراخ. حط اللي انت بتحبيه، بابريكا، كركم، الحاجات اللي انت بتحبها كلها حطيها. لو عندك مثلا البهارات مثلا بتاعه الفراخ اللي انا بقول عليها دي ممكن تحطها وما تحطيش حاجه تاني. لو عايزه تحطي مرقه دجاج ممكن تحطي ورقتين من مرقه الدجاج دي، اللي هي العاديه او الفوريه وخلاص، وممكن ما تحطيش حاجه تاني. انا لو حطيت بقى عليها التوابل دي واقلبها كده على الناحيه التانية، لو جيت تقلبيها ولقيتها لسه لازقه ما تقلبيهاش. هو على العموم لو انت مسخنه الطاسه قوي او الصينيه او اللي انت بتعملي فيها ما بتلزقش منك. لو انت عامله حتى خد بالك لو المونيا مش لازم تيفال او جرانيت او حاجه. لو طالما انت مسخناها كويس قوي وبعدين حطيتي معلقه السمنه، خد بالك من الحته دي. طالما انت مسخناها كويس قوي وبعدين حط السمنه، ما تحطش السمنه والزيت الاول قلنا عشان ما تتحرقش. يا دوبك هتحطيها وتحط عليها التوابل اللي انت بتحبيها، تيجي تقلبها تتقلب معاك. بس كده خلاص، كانت اتعملت من الناحيتين كده، اتشوحت كده من الناحيتين، مش بتاخد يعني يا دوبك بس اللون الصفار اللي هي خدته كده، يبقى انت عارف ان هي اتشوحت. بنزل عليها كان خلاص الطماطم اللي انا كنت حاطاها غيرت ورا اهي خلاص. انزل عليها بقى كده بالبطاطس اللي انا ببقى مقطعاها شرايح دي، عايز تحط بسله انا بحط بسله. وجربت فيها قبل كده الفاصوليا برضو كانت حلوه. بس هي احسن حاجه العيال بيعرفوا يغمسوا بها الرز وكده من الطبيخ البطاطس، يعني هي اكتر طبيخ بيحبوه هما الاتنين. يعني البسله دي بتحبها دي ما بتحبهاش، الفاصوليا دي بتحبها دي ما بتحبهاش، الفاصوليا الخضراء كذلك. السبانخ كذلك بعملها واركنها. فيعتبر هو اكتر حاجه تلاقيني اكتر حاجه بعملها الفراخ على البطاطس، لان هم اكتر حاجه بيحبوها في انواع الخضار البطاطس، بتهيألي كل العيال كده. كل العيال بيغلبوا في انواع الخضار. حطيت كده البطاطس بس اشوحها تشويحتين، وحطيت لها شويه توم باودر وبصل باودر وشويه كزبره، دي كزبره اللي انا بحب احطها دي، انا بحب الكزبره برضو مع البطاطس. سواء المقليه سواء المسلوقه سواء اللي انا بعملها طبيخ، انا بحب الكزبره معاها. اديها تشويحه كده. الطريقه دي قلت لك مش بتخلي للفراخ اي طعم اي ريحه زفاره ولا للبطاطس. كان في ناس كاتبه بتشتكي بتقول ليه البطاطس بتبقى فيها سنه زفاره، برغم ان هي بتبقى ايه، غسله الفراخ كويس. لو انت شوحتي الفراخ كويس قوي كده فانت خلاص ضمنت انها مش هتنزل ميه، هي اتشوحت وخدت صدمه فمش هتنزل ميه على الفراخ. وفي ناس بتعملها بتبقى حلوه، يعني مش لازم كل الناس تعمل الطريقه دي، لا في ناس بتعملها ومتعوده عليها وبتطلع معاها كويسه. الناس اللي بتحس في ريحه الخضار اللي هي بتعمله مع الفراخ في شويه زفاره، شوحي الفراخ الاول وجربيها. شوحي الفراخ كويس قوي وبعدين انزلي بنوع الخضار وجربيه. حطيت طبعا كده وحطيت عليها، طبعا هي تغلي بسرعه لان احنا كنا غاليين اللي هو الطماطم، كنا غاليين الطماطم اللي انت سواء ضربها او مطلعاها من الفريزر مسبكاها. هتحط عليها شويه ميه زي ما احنا قلنا فغليتها فما خدتش وقت. اعمل جنبها على ما تغلي كده جنبي، هعمل جنبها شويه رز بشعريه. بالمناسبه لو انت مثلا بتعملي الاكل بدري، مثلا عملت الفراخ انت ممكن تسخنيها عادي. عايزه تشوحي الرز يعني وتخلصي منه، لو انت مثلا الوقت لسه بدري وانت بتعملي الغدا ولسه هتتغدوا متاخر، ممكن تحمري الشعريه دي وتشوحي معاها شويه الرز، وتطفي عليها النار وتسيبيه. لما تيجوا بقى مثلا هتاكلوا خلاص داخله تسخني الحاجه، اغلي بقى الميه وحطها على الرز، هيستوي في وقت اللي انت بتسخني فيه الرز. هيبقى لسه سخن معاك عشان ما ترجعيش تسخن الرز، لان الرز لما بيتسخن يعني ما بيبقاش زي ما هو لسه طازه. فانت ممكن تشوحي الخطوه اللي انت بتعمليها دي وتركني وتدفع عليه وتركني بقى شويه، سواء الرز ده او الرز الابيض او الرز بالحبه وحبه، اي حاجه ممكن تشوحيه وتركنيه. هتعملي بقى في نفس الوقت يا دوبك انا حطيت الفراخ خلاص بدات تغلي، فولحت بقى على الرز على ما يستوي ويتشرب، تكون الفراخ خلاص استوت معايا، دخلها تاخد لون في الفرن وخلاص. هنا بقى خلاص كانت تشرب كده، توطي عليه وتركنيه. الفراخ بقى كده خلاص كده، انا بقول لك انا كده بقى هدخلها الفرن ايه، تكمل حبه السوا وتاخد لون كده. دخلتها بقى الفرن كملت السوا، خدت اللون، البطاطس اتشمعت، الفراخ خدت لون. زي ما انت بتحبيها بقى، عايزه تسيبها بس على النار بره انت بتحبها كده عادي براحتك. عايزه تدخلها الفرن تاخد لون بتبقى حلوه. جربت بقى طبقين رز بشعريه كده، الشعريه لما بتكون كتير في الرز بتبقى حلوه احسن ما تبقى قليله، يعني كتري شويه الشعريه وانت بتعملي، او كتري لو انت بتعملي رز بحبه حبه وحبه، كتري الرز اللي انت بتحمريه شويه، بتحسي فيهم بريحه حلوه. يعني عامه تعملي مثلا شويه صغيرين، يعني انا مثلا في العاده بعمل مثلا كوبايتين ونص رز، بحط لهم مثلا قد كوبايه شعريه، حاجه زي كده انت بتشوفيني وانا بحط، بتبقى بقى يعني ايه ممتازه.
خلصنا بقى الغدا كده، قلت اعمل لهم حاجه حلوه، كانوا طالبين كيكه. حطيت كده في الخلاط كوبايه وربع سكر، هو المقدار اللي انا بعمله كل مره، كوبايه وربع سكر كده. احط معاها، اللهم صل على النبي، دي نص كوبايه زيت، واحط لها معلقتين سمنه. عايزه تحط تلات ارباع زيت بس، تلات ارباع سمنه بس عادي. انا حطيت يعني هما تلات ارباع زيت على سمنه. يبقى انا حطيت كوبايه وربع سكر، تلات ارباع كوبايه زيت على سمنه او زبده، اي حاجه انت بتحبها، الماده الدهنيه، وكوبايه لبن. ودي معلقه خل كبيره. ونزلت عليهم دول تلات بيضات بلدي. لو كان البيض من التاني اللي احنا بنشتريه ده بيبقى كبير شويه، بحط بيضتين. انا في العاده بحط في الكيكه بيضتين اتنين على الكوبايتين، حطيت تلاته بس عشان هو البيض حجمه صغير. وكيسين فانيليا. يبقى انا حطيت في الخلاط ايه، كوبايه سكر او كوبايه وربع على حسب انت بتحبي التحليه بتاعتها قد ايه. كوبايه الا ربع زيت على سمنه، كوبايه لبن، معلقه خل، بيضتين، وكيسين فانيليا. انا بس كنت حاطه 3 بيضات لان البيض حجمه صغير. هنا بقى في الطبق ده ندخلي كوبايتين دقيق، انخليهم مره واتنين. لو انت مش ضامنه ان الدقيق بيبقى منخول او حاجه، انخليه مره واتنين. حطيت هنا كوبايتين دقيق، وانزل عليهم بكيس كيك شيف، ورشه ملح صغيره، رشه ملح صغيره. انا هعمل الكيكه اللي هي البيضه العاديه، بس في الاخر كده هسيب شويه احط لها ايه، شويه كاكاو كده، اللي هي بتبقى مخلطه شويه بيضه على شويه كاكاو كده. بس كده قلبي بقى المكونات الجافه كده مع بعضها. كنت ضربت في الخلاط، ضربهم كويس. اللي في الخلاط ده ضربيه كويس لحد ما السكر يدوب. انزلي بقى باللي في الخلاط على اللي في الطبق. ايه اللي كان في الخلاط؟ كوبايه وربع سكر، كوبايه الا ربع زيت على سمنه، بيضتين او ثلاثه على حسب اختيارك، كوبايه لبن او لبن رايب او زبادي اللي انت بتفضليه، وكيسين فانيليا، ومعلقه خل كبيره. حطيت بقى ايه في الطبق، كوبايتين دقيق نخلتهم كويس قوي، نخلوهم مره واتنين، وكيس كيك شيف، ورشه ملح. بس كده قلبيهم كده كويس، وهتنزلي بقى في الصينيه. قلبي بقى يعني، بصي بعد ما تقلبي بالمضرب اعملي كده بالسباتولا، بحيث لو في معلقه دقيق او حاجه لازقه في الطبق تكوني انت قلبتها معاه. القوام بتاعها ده حلو. الصينيه دي كبيره شويه، يعني هي اصغر، حتى انت تشوفين وانا بصب هي اصغر من الكوبايتين، بس هم العيال عندي يعني ايه، مش يعني عادي، مش يعني مش لازم كيكه عاليه او واطيه او كده، لا عادي، هم بيحبوها اي حاجه. فانا بعملها كده عشان ايه، بحيث اللي ياخد حته تبقى على قده، ايه ما يسيبش ما يعملش منها. قلبت بقى، حطيت بقى شويه كاكاو كمان، وحطيت لهم معلقه ميه، وقلبتها ودخلتها الفرن. تطلع بقى ايه، شويه بني شويه، هي لسه سخنه. بتطلع العيال جابوها وانا قاعده بره، يقول لي لا قطعها، هم اللي كانوا بيقطعوها. اللهم صل على النبي. وهي سخنه المفروض ما تقطعهاش، يعني هي كان يا دوبك بس دفت شويه، كنت انا طفيت وسبتها في الفرن. انت لما هتحطيها على 180 درجه في الفرن على الرف الوسطاني، وبتولعها من تحت بس، على الرف الوسطاني على 180 درجه. لو انت فرنك مفيهوش درجات، خلي على الطبقه المتوسطه، وتولعي من تحت بس مش من فوق. لو انت خلصتي ولقيتيها لسه ما خدتش لون من فوق، يبقى ولعي لها شويه سنه صغيره، طريه وتحفه، شويه بني شويه ابيض زي ما العيال بيحبوها. قطعت لهم انا بقى كده شويه صوابع كده، هم بيحبوها كده، بيحبوها صوابع كده. بعد ما تقطعتها بقطعها لهم شويه صوابع كده. منك بقى كوبايه شاي، كوبايه لبن، والله الناس اللي دخلت عملت كوبايه شاي كده، اشربيها معاها كده، وبألف هنا وشوفي يا رب.